يا مثبت العقل والدين يا رب. بيقول لك ان في عضو في نادي الزمالك رافع قضيه على النادي الاهلي عشان يسحب منه السوبر المصري علشان الاهلي ضحك على الزمالك وخلاه ينسحب. مش هنطول عليكم كتير، يلا بينا على الانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلب المدفعجية، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من ملعب المدفعجي، ونبدأها بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. سؤال موجه للسيد وزير الشباب والرياضة الأستاذ أشرف صبحي. يا ترى المستشار مرتضى منصور موجود في الزمالك ليه؟ وإيه صفته؟ بأمارة إيه مرتضى منصور يطلع يقول لك أوسوريو اللي هو مدرب الزمالك الحالي مستمر مع الفريق؟ وبأمارة إيه كمان يطلع يقول لك إن التعاقد مع موسيماني أو حسام حسن أخبار غير صحيحة؟ بأمارة ايه برضه يطلع يقول لك ان ده اهم مؤتمر في تاريخ الزمالك واللي ما حضرهوش فاتوا 3/4 عمره، وانا هيفوتني 3/4 عمري ليه؟ هو الزمالك قاعد في حاجه اساسا عشان يفوتني 3/4 عمري عليها ولا ربع عمري حتى؟ بأمارة ايه الراجل ده يفضل مطلع على اي حاجه او اي تقارير او اي شكاوى تطلع من النادي للفيفا او لاي جهه رسميه؟ الراجل ده طلع واتكلم وقال لك ان الشكوى بتاعت الاهلي واتحاد الكوره راحت للفيفا خلاص. فعلى اي اساس يا استاذ اشرف صبحي الراجل ده موجود في النادي لحد النهارده، حتى لو هو بيقول قولا كده ان هو مش موجود في النادي؟ هي مش بالقول، هي بالفعل يا سياده الوزير. عندنا النهارده شويه اخبار تخص النادي الاهلي وتخص برده كابتن رضا عبد العال اللي طلع مع مهيب امبارح وقال شويه تصريحات النهارده برده ان شاء الله هنعلق عليها. الاتحاد الافريقي يطلب من الاهلي الحضور بالساعه الكامله في مباراه النهائي اللي هتبقى يوم 4/6 ان شاء الله في استاد القاهره. ان الاهلي تحصل على موافقه ب 20,000 مشجع فقط. الاتحاد الافريقي طلب الساعه الكامله للحضور في الاستاد عشان دي برضه يا جماعه دي مباراه نهائي، ما ينفعش يبقى فيه جزء فاضي في الاستاد. واحنا عرفنا ان الوداد المغربي اتفتح له في الاستاد بتاعه المنطقه اللي اسمها زون 6 اللي كانت مهجوره في ماتش الرجاء اللي فات وبرضه في ماتش الوداد اللي فات، وانا ما اعرفش هي كانت مقفوله ليه الحقيقه، بس هي المنطقه كانت مقفوله. فما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش يا جماعه ان الاهلي يتحصل على موافقه ب 20,000 بس. يعني احنا في ماتش الهلال تقريبا كان الاستاد كله مليان، في ماتشات المنتخب الاستاد كله مليان، اشمعنى في ماتشات الاهلي وفي ماتش مهم زي دوت يبقى نحصل على موافقات ونتاخر كمان في الموافقات ونبدا ب 20,000؟ طب خليها 30,000، طب خليها 40، طب ما تخلوها 80,000 وخلاص. ما ترجعوا للكره، ما ترجعوا للكره في مصر يا جماعه حياتها، ورجعوا للجماهير حياتها في الملاعب. هو ايه اللي هيجرى يا جماعه؟ رضا عبد العال طلع امبارح مع مهيب وقال لك ان هو معترض على خساره الاهلي 5، والاهلي اساسا فرقه من قديم الازل، وفرقه زي سان داونز دي نقدر نقول ان هي لسه متكونه امبارح. وبيقول لك ان الكلام ده بيحصل في اوروبا عادي لان الفرق دي بتصرف جامد جدا. يعني لما مانشستر يونايتد خسر من ليفربول 7، قال لك الفرقه دي كده كده بتصرف جامد، فعادي النتائج دي تبقى موجوده ما بينهم وبين بعض هناك. هي الامور ما بتمشيش كده يا كابتن رضا. مش معنى ان الاهلي اتغلب 5 يبقى خلاص احنا هنعلق له المشنقه. هي الفكره مش كده، الفكره كلها دلوقتي الاهلي فرقه بتشارك من قديم الازل في دوري ابطال افريقيا، وبتوصل كمان للادوار النهائيه بسم الله ما شاء الله بشكل متكرر جدا كل موسم. يعني ممكن الاهلي يوصل للنهائي زي ما احنا شفنا كده 4 سنين ورا بعض، ممكن يوصل 3 سنين ورا بعض، ممكن سنتين ورا بعض، عادي جدا يوصل للدور الماتش النهائي. مش نقول لك الربع النهائي ولا النص النهائي، لا بسم الله ما شاء الله بنوصل للدور النهائي. فطبيعي جدا ان انا ماتش ما يبقاش في يومي، ماتش هيبقى في يومي ممكن اغلب 5 زي ما غلبت النجم 6 قبل كده. النجم على فكره كان كويس وكان كاسبني في ماتش الذهاب 2-1، انا جيت في ماتش العوده قدرت ان انا اكسبه 6-2. فهي الامور يا كابتن ما بتمشيش كده. انا الماتش ده في يومي، الماتش ده مش في يومي. اقدر ان انا اكسب الفرقه الفلانيه 5، اقدر اكسبها 4، اقدر اكسبها 3، عادي جدا، ده شيء بيحصل، دي كوره يا جماعه. هي الفكره مش في كده، الفكره ان انت بتوصل للادوار الاخيره. يا كابتن رضا الاهلي اللي بيعمله بوصول للادوار النهائيه ده دي حاجه تشرفه جدا، وعادي جدا ان هو ممكن يتغلب 5 وممكن 6 كمان، عادي جدا. لكن هو الفكره ان انا اتغلب ماتش 5 او اتغلب ماتش 6 لكن اقوم في الباقي بعد كده اكل القاره كلها. وده اللي حصل من 2019 الاهلي ما حدش عارف يوقفه لحد سنه 2022، كان بياكل الاخضر واليابس الحقيقه. رضا انت كمان اتكلمت عن نادي الزمالك وقلت ان هو لازم ينسحب من البطوله العربيه وان هو مش هينفع يشارك بالفرقه اللي بيلعب بيها دلوقتي ولازم ينسحب لحد ما يقف على رجله. طيب يا كابتن رضا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ليه الزمالك ينسحب؟ حتى لو اللعيبه اللي موجوده معايا دلوقتي ديت لعيبه ما تقدرش ان هي تسد الفجوه اللي موجوده دلوقتي بينها وبين الفرق الثانيه، حتى لو اللعيبه دي بتشحت كوره دلوقتي ممكن تشارك باللعيبه دي عادي جدا، اللعيبه دي ممكن توصل لدور متقدم عادي جدا. الفكره كلها يا كابتن رضا في الروح اللي بتبقى موجوده في الفريق. الروح اللي موجوده في الفريق ديت لو الروح دي فعلا موجوده، حتى لو بشحن من الجماهير او بشحن من المدير الفني اللي يقدر يتعامل نفسيا مع اي لاعب، الفرقه دي هتطلع كل الطاقه المتفجره دي من جواها وهتقدر ان هي تأدي في الملعب. انا شفت كتير الاهلي وهو واقع قبل كده قدر ان هو يكسب فرق كبيره، وشفت كتير الاهلي وهو واقع قبل كده قدر ان هو ياخد الدوري.
الموضوع ده مش متكرر بشكل كبير مع الزمالك، بس هي الفكره كلها لو الروح اللي جوه اللعيبه دي خرجت، جايز يا سيدي لما يحققوا مركز متقدم في البطوله ديت ياخدوا الفلوس ديت يقدروا يكونوا بيها فرقه احسن تقدر تنافس على البطوله اللي جايه او حتى بطوله افريقيا اللي جايه. مشكلتك يا كابتن رضا، وانت برضو قيمه وقامه بالنسبه لي، برضو يعتبر اخويا الكبير، مشكلتك يا كابتن رضا ان انت باصص تحت رجليك، انت مش باصص لقدام. انت بتعاين الفرقه يا كابتن رضا بشكل اللي هو الوضع الحالي، ما بتحسبش اي حاجه وما بتحطش اي ظروف ممكن تحصل ان الفرقه ديت ممكن تتقدم ممكن تتاخر. انت ما بتحسبش الكلام ده، انت دايما يا كابتن رضا باصص تحت رجليك، وده شيء خطأ جدا ليك كمحلل او كشخص بيطلع على التلفزيون بيحلل اداء فريق. حازم فتوح وكيل ايمن اشرف بيقول ان هو دلوقتي بيدرس شويه عروض خليجيه في حال عدم التجديد مع الاهلي، وان ايمن اشرف حاليا تحت امر المدرب وتحت امر الاهلي، وده العشم برضه يا ايمن والله. قال كمان ان مفيش اي مفاوضات مع نادي الزمالك خالص. ايمن اشرف بالنسبه لنا يا جماعه من الناس اللي كانت موجوده في الاهلي من زمان، والناس اللي راحت سموحه ورجعت علينا تاني وكان اداؤه كويس جدا ومستمر. معرفش ايه الاسباب الفنيه لعدم لعب ايمن اشرف في ظل القياده الفنيه الكابتن مارسيل كولر. هو بالنسبه لي هو لعيب كويس جدا بصراحه، وياما شالنا وياما جاب معانا بطولات. انا مش هنسى فرحته يوم ماتش نهائي القرن لما كان فرحان جدا بعد صفاره الحكم مصطفى غربال، وهو اول واحد تقريبا جت عليه الكاميرا بعد ما الحكم صفر. وبس خلاص لحد النهارده كده احنا خلصنا الاخبار بتاعتنا. اشوفكم على خير المره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.